السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزيه. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. كتشهي الفقاص وكيجيك صعيب اولا ما كينجحلكش، ها نجبت لك بديل الفقاص، بسكوي بمذاق الفقاص باسهل طريقه، كيجي بنين بزاف وسهل بزاف. نبداو بسم الله. هنايا عندي جوج ديال البيضات بحراره الغرفه. انا عندي البيضات صغار، استعملت جوج. الا كان عندكم البيضات كبار فاستعملوا غير بيضه وصفار بيضه. ضفت نص كاس ديال السكر سنيده وكنخدم السكر مزيان مع البيض. كنضيف نص كاس ديال الزيت النباتيه وكنخدمها حتى كيمتزج الخليط اولا كيولي متجانس. وكنبدا نضيف الدقيق، كنضيف في الاول كاس ديال الدقيق كنخلطو، وعاد كنضيف المنسمات باش هكا ما كيتشربوليش البيض. هنايا ضفت تقريبا 2 معالق كبار ديال اللوز خضر اللي خليته بالقشره ديالو وطحنته. يمكن لكم ديروا اللوز محمر. معلقه كبيره ديال الزنجلان اللي محمر. وهنايا عندي النافع مخلط مع حبه حلاوه، طحنتهم غير نص طحنه، يعني غير هرمشتهم. كنضيف منهم معلقه صغيره ونص، يمكن لكم تضيفوا معلقه كبيره. كنكمل الدقيق. بالنسبه لكميه الدقيق حسب الحجم ديال البيض وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق. كنضيف واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات وكنكمل الدقيق تدريجيا حتى كتولي العجينه بهذا الشكل. كتعرفوا العجينه ديال الفقاص يعني ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف كتلصق. انا تقريبا استعملت 2 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. مباشره كنسرح العجينه ما بين 2 ورقات ديال الطبخ، او يمكن لكم ديروها ما بين 2 بلاستيكات لان العجينه كتكون كتلصق. وهنايا كنتني الجوانب باش كيجيني العجين على شكل مربع وما كيضيعليش بزاف ملي كنجي نشكلو. المهم كنسرحو هكا على شكل مستطيل، وفي الاخير باش هكا ما كيبقاليش لاصق في الورقه فكنقلبو يعني القاع ديالو. كنحيد ديك الورقه باش ما كتبقاش لاصقه بزاف وكنردها وكنقلب. هاد العمليه هادي ملي كنبغي نحيد البسكوي ديالي ما كتبقاش لاصقه لي في الورقه، لان كما كتعرفوا العجينه ديال الفقاص كتكون كتلصق. بالنسبه للسمك فكل ما رققته يكون مزيان لان العجينه كتنفخ. انا غادي نوريكم السمك. وباش نقطع كنعبر بالمسطره باش هكا يجيوني لي بسكوي قد بعضياتهم. انا ما غنستعمل لا مرشم لا والو لان المرشم كيخلي ديك العجينه معوده بزاف. غادي نقطع غير بالجراره. بالنسبه للعرض درت 3 ديال السنتيم، ودائما على حسب الذوق ديالكم. يمكن لكم ديروا شي مرشم دائري اولا مرشم مربع حسب الذوق ديالكم. المهم انا اقترحت عليكم هذه الفكره هذه فما كيضيعش فيها العجين بزاف. درت العرض كما قلت لكم 3 سنتيم والطول 6 سنتيم، وهذا هو السمك. يعني ما ترقوش اكثر من هكا وما تغلظوش اكثر من هكا. كنهزوه بهذه الطريقه لان العجينه كتكون كترخى وكتلصق. ضروري تهزوه هكا بشي سكين اولا بشي اداه بهذا الشكل هذا. صافي كنبعدهم غير شويه لان ما كيتنفخوش بزاف. كندهنهم بصفار البيض، غير الصفار، انا ما استعملتش البياض غير الصفار. ويمكن لكم ديروا الطريقه ديال الفقاص يعني البيض مع القهوه سريعه الذوبان. زينت شويه ديال السمسم الابيض كندخلهم يطيبوا في الفران اللي كيكون سخون على نار مهيله من التحت 20 حتى ل 25 دقيقه كيكونوا طابوا. كنحمروهم من الفوق وكنخرجهم. ضروري تكون نار مهيله باش كيتقرملوا كيجيو مقرمشين صراحه، كيجيو تماما بحال المذاق ديال الفقاص غير هو اسهل وعلى شكل بسكوي. شوفوا معايا التقرميشه يعني كيجي مقرمش زوين بزاف. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ فضروري كديروه في شي بلاستيكه باش كيحافظ على القرمشه ديالو. كما شفتوا معايا طريقه سهله بزاف بنين بزاف. ما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعاليق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.